تعالى كده اقول لك كل الخبايا اللي هتقابلك وانت بتغير جوان وش السلندر. تعالى بقى معايا وتابعني بخطوه بخطوه، لان في كوارث احنا بنقابلها ولازم ما تقعش فيها. احنا متفقين ان وش السلندر لما بيقفع ما بيقفعش لوحده، للاسف البلوكه كمان بتقفع معاه. للاسف الاثنين مشتركين في نفس المعدن وهو الالومنيوم. لما تيجي تعمل قشط عند خراط في وش السلندر هستاذنك لازم تعمل قشط كمان للبلوكه، لان الاثنين بيشتركوا في نفس المعدن. خليك عارف ومتاكد ان اللي يقفع فوق يقفع تحت. ده اسمه وش السلندر، يكون ما بينه وما بين البلوكه حاجه اسمها جوان وش السلندر. هعرفك الاول على القطع وبعد كده هشرح لك بالتفاصيل ايه المشاكل اللي دارجه في جوان وش السلندر لما بتغير، وازاي ان انت مغير جوان وش السلندر وتيجي في وقت قصير شهر 2 3 وترجع تعمل نفس المشكله تاني والعربيه تجيب منك جوان. ايه السر هنا؟ يا ترى التركيب فيه مشكله؟ للاسف التركيب فيه مشكله، وهقول لك كل حاجه بالتفاصيل تقابلك وانت بتغير جوان وش السلندر. لازم تكون عارف ان انت لما بتيجي تغير جوان وش السلندر او العربيه سخنت منك ودرجه الحراره بتاعت الموتور ارتفعت، فللاسف بتضرب حاجه اسمها جوان وش السلندر. يعني ايه انها تضرب جوان وش السلندر؟ للاسف المعدن بيتاثر بالحراره وبيعمل حاجه اسمها عالي واطي او الوش بيقفع. هل الموتور بيرجع تاني زي ما كان؟ هو بيرجع تاني زي ما كان، بس محتاج حد يكون عارف نظام الموتور اللي شغال عليه ويربطه صح بالطريقه الصح اللي المفترض ان هي تتقفل بيها، لان الموضوع ده فيه كوارث وناس مش مقتنعه بكلامنا، لان للاسف ما بيشتغلوش بالمانيوال سيرفيس المختص بالموتور بتاع العربيه. اول حاجه ده وش السلندر، ده لسه جاي من عند خراط وممسوح. يعني ايه ممسوح؟ يعني مقشوط، يعني كل العالي والواطي اللي كان فيه خلاص هو بيتمسح. وهوريك فيديو كده مختصر عن اعمال الخراطه اللي بتحصل في الوش داون وبيرجع تاني ما فيهوش عالي وواطي، كله بيرجع مظبوط تاني زي ما كان. طيب خلينا عارفين الصاج افضل، بس للاسف معظم المواتير لو اتحلت اكتر من 5 مرات او 4 مرات والوش ده اتقشر كتير فللاسف مش هينفع معاك الصاج حتى لو كبير، لان الصاج بيكون محتاج زيرو اخطاء. وارد جدا ان انت تركب الجرين جريد. ايه الفرق بين الجوان وش سلندر الفتحه الواسعه وما بين الفتحه الضيقه؟ الاثنين بيركبوا. تعالى كده مع بعض نشرح. زي ما حضرتك شايف دي الفتحه الواسعه. طيب هي العربيه بتنزل فابريكا ايه؟ العربيه بتنزل فابريكا الفتحه الضيقه. طيب ايه الاختلاف ما بينهم؟ مش من المفترض ان العربيات دي مصممه لدول اوروبيه والجو برد عندهم والكلام دون؟ لا، هي الفكره مش كده خالص. هشرح لك الموضوع ده عملي ببساطه. ده الشميز بتاع العربيه، ده البستون، وده الشميز بتاع العربيه، وما بينهم بيجري المسار بتاع الميه. فللاسف الميه لو جريت بسرعه مش هتلحق تاخد او مش هتعمل انتقال حراره بسرعه، فلازم الميه تمشي ببطء. انت امتص كل الحراره اللي متواجده ما بين السلندر وما بين الشميز دوت. لو انا غيرت الجوان وش سلندر الفتحه الضيقه ورجعت العربيه تاني فابريكا زي ما كانت، هل ده هيأثر على تبريد العربيه؟ انت ما تنساش عندك ان في سيرموستات كوع. على سبيل المثال زي ما الناس بتحاول تقنعك بالفتحه الواسعه مش الفتحه الضيقه، انا همشي معاك بالموضوع ده خطوه بخطوه. طيب حضرتك انت خليتها فتحه واسعه على اساس ان المايه تجري فيها والكلام دوت. هو مش حضرتك في حاجه اسمها سيرموستات؟ هو ما حضرتك ما حدش قال لك ان الرادياتير بتاع العربيه فتحته كمان ضيقه؟ يعني من المفترض ان المايه تمشي ببطء عشان تعمل انتقال حراره. كمان لازم تكون عارف ان وش السلندر لما بيجي يتقفل ليه رولز بتاعته، ليه رولز لازم يتقفل عليها. ما ينفعش ان انا اربط بطريقه عشوائيه واركب وش السلندر بايدي ربط، ما ينفعش. كل مسمار من المسامير اللي بتتقفل في وش السلندر ليها عزم معين، ما ينفعش ازيد او اقل. كمان كل مسمار من محتويات المكنه شغال بنفس الطريقه. ليه؟ لان كل جزء في الموتور بتاع العربيه دلوقتي هو مكون من الالومنيوم. الالومنيوم مش هينفع معاه عزم بايدك، وانا لو عندي باور زياده ممكن اكسر مسامير، الكلام ده ما ينفعش. لازم تتربط بالعزم المظبوط بتاعها، وده طبعا بيجي عن طريق دراع عزم او نيوتن تورك. اوريك الدراع، عد معايا كده، ده 1، ده 2، ده 3. لو ما لقيتش دول عند الفني اللي انت هتشتغل وتفك موتور عربيتك بيه ما تتعاملش معاه. ليه؟ لان المسامير دي كلها هتطلع تلفانه والموتور مش هيتربط بالطريقه اللي انت متخيلها. لو ظابط الوش بدرجه ما فيهاش اخطاء، والوش عندي ما فيهوش اخطاء من الاعمال الخراطه،
والجوان اللي انا مركبه اللي هو الصاج اللي هو بالمناسبه زيرو اخطاء، ده محتاج عشان اقفله يكون الخراطه بتاعت العربيه زيرو اخطاء. مهما كانت قوتك ودقتك مش هتعرف تربط 10 مسامير بتوع وش سلندر كلهم بنفس الدرجه بالملي. وطبعا بسبب ان الوش ده اتحل قبل كده واتربط بالايد بدون من ان انت تشتغل بدراع العزم وتربط كل مسمار على التورك بتاعه، للاسف ده اللي حصل معايا. مسمار مقطوم في المكنه وبقالي ساعه بطلع فيه. طبعا ده بيركب هنا تمام. بص المسمار مقطوم تحت اهو، طبعا لسه نازل بالبنطه عشان اطلع الايزي اوت واطلع مكان المسمار ده. ده بيكون فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في 10 مسامير هنا. تيجي كده بص على المانوال سيرفيس بتاع العربيه، ده الوش سلندر يا جماعه. ليه طريقه في التربيط بتاعه، وهي اني لما بتيجي تبتدي، الناس يا جماعه لما بتيجي تبتدي في الربط ده شغالين بديزاين بتاع مواتير ثانيه، طبعا كل موتور وكين ليه الديزاين بتاعته، فده طبيعي ما عنديش مشكله، بس المواتير اللي احنا بنشتغل فيها معظمها بتكون بالترتيب ده، وهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لازم نطلع المسمار، فلازم نعمل فيه خرم ثقب كده صغير بينجدني في المشاكل اللي بتكون زي دي. ده المسمار يا جماعه اللي مقطوم، حتى اللي كان شغال فيها ما هنش عليه المسامير يغسلها كويس وهو بيقفلها، طلع بالشكل ده. لازم تكون شغال بدراع العزم عشان ما يحصلش تمدد ويحصل لي مشكله دي. فدي طبعا دي كانت بسبب الفني اللي كان مقفل العربيه ده تقدم منه، فقال لك انا مش هحل تاني عشان ما بقاش منظري وحش، فقفل العربيه وسلمها للعميل. وطبعا الفيديو طول مننا يا جماعه، فهنعمله جزء تاني واحنا بنقفل هنشرح لكم كل طريقه وكل مسمار بيتربط ازاي وبيتربط بدراع العزم ازاي، والنيوتن تورك بتاعه بيكون بنسبه كام، بيشتغل ازاي، كل المسامير دي بتتقفل كده ازاي، والسيليكون والتقفيل، وبتحط جمالكه ولا بتحط سيليكون، بتحط زيت ولا بتقفله ازاي. هنقفلك الموتور ده ونرجعه لك زيرو تاني، وعلى رهان انا ممكن بعد ما اقفل المكنه اخلي العميل بنفسه يطلع يكشف عند اي ميكانيكي خلقه ربنا ويساله المكنه دي اتحلت قبل كده ولا لا. استناني في الفيديو الجزء الثاني وهشرح لك كل الطريقه وطريقه التربيط بتاعه الموتور دوت.